تخيل ان يوم واحد في الشهر هو اللي بيعمل نص المبيعات. كلمني مدير براند عطور. فبيقول لي انا عندي بضاعه واسعار تنافسيه وبعمل اعلانات، بس الواقع ان انا مش ببيع البيع اللي انا عايزه. فرحت سالته سؤال، قلت له طب انت بتعمل الاعلانات ازاي او ماشي بسيستم ازاي؟ فقال لي انا بعمل 5 ايام اعلانات وبوقف 5 ايام. وهنا قلت له حاجه يمكن كانت صعبه عليه شويه، قلت له انت هنا مش بتوفر، انت كده بتخسر فلوسك. فقال لي ليه؟ قلت له عشان خاطر الاعلان مش زرار، انا يوم ما هشغله الاعلان كده شغاله بيبيع، ويوم ما هوقف الاعلان كده مش بيبيع. وقلت له الاعلانات عامله زي البرفيوم اللي حضرتك بتبيعه، لو ريحته مش موجوده طول الوقت الناس هتنساك بسرعه. وهنا اقترحت عليه الحل، قلت له احنا هنجرب شهر واحد بس مع بعضين، الشهر ده هنشتغل عليه محتوى واعلانات. طيب قال لي طب انا كده هصرف فلوس كتيره في الاعلانات على مدار الشهر. قلت له ما انت هتصرف فلوس اكتر، فهتلاقي نسبه ظهورك اكتر، فهتلاقي مبيعاتك ان شاء الله اكتر. وطمنته برضه، قلت له لو الطريقه دي ما نجحتش ممكن نرجع للطريقه بتاعتك اللي انت كنت بتشتغل بيها تاني. واللي حصل اول ما بدانا ان احنا نوعنا في المحتوى، وكنا بنعمل دايما تيست على الرساله الاعلانيه عشان نضمن ان هي توصل للعميل الصح. واللي حصل معانا ان نسبه الظهور زادت والناس بقت تشوف الاعلانات بشكل اكتر، الريماركتنج اشتغل معانا صح، وبالتالي المبيعات الحمد لله كانت زادت. والفكره هنا اللي انا عايز اشرحها لكل الناس ان هو كان موجود في الوقت اللي العميل قرر ان هو يشتري فيه، عكس الاول خالص كان ممكن يعمل اعلان 5 ايام العميل مش مقرر ان هو يشتري، يجي في ال5 ايام اللي هو موقف فيهم الاعلان انا عندي خلاص الاستعداد ان انا اشتري، فمش لقيته قدامي فمش هشتري. علشان خاطر كده بقول لك انك مش كل يوم هتكسب، بس لازم تكون موجود كل يوم. ودلوقتي انا هسالك سؤال، انت ايه اللي مخوفك؟ انك تصرف فلوس في اعلانات ولا انك ما تبيعش؟ يا ريت تجاوبني في الكومنتات عشان خاطر اقدر احل لك المشكله ايه اللي بتواجهك. سلامات، وما تنساش تتابعني على كل المنصات.